ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنفطر فطار جديد مع بعض. يا رب يكون فطارنا بيعجبكم، ويا رب تكون وصفاتنا بتعجبكم. النهاردة هنتكلم عن طريقة عمل بطاطس بطريقة جديدة خالص. هتعجبكم أوي 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 أوي. هتحبوا تجربوها كل يوم، هتحبوا تحطوها على وصفة الفطار حتى لو مش هتحتاجوها أصلا، بس هتحبوها برضه. جبنا هنا معانا بطاطستين وقطعناهم اي تقطيع انتوا عايزينهم، بس يعني انا قطعتها كده. وهنحطهم في حله ونحط عليهم ميه ونظبط الملح بتاعتهم وهنحطهم نتسلق. ويلا بينا ونقول لكم الوقت بعد ما نتسلق ايه السر اللي هيبقى معانا يخلي البطاطس ما تستغنوش عنها ابدا في بيتكم. وهنا بقى عم حطينا البطاطس بتاعتنا تتسلق، هنعمل جنبها ايه؟ كان عندي هنا في الفريزر لفة جلاش، ولما جيت اطلعها لقيتها مفرولة مني، فيلا بقى نعمل طريقة تانية للجلاش. يلا بينا نعملها مع بعض. هنا جبنا قطعة كبيرة من الزبدة، حطينا عليها سيحناها وحطينا عليها شوية من الزيت، وهنقلبهم دلوقتي مع الجلاش اهو. هنقلبهم بقى كلهم كويس مع بعض كده اهو. هنقلبهم مع بعض وارجع اوريها لكم تاني بعد ما قلبناه. وهنا خلاص احنا اللي خلطناهم مع بعض كويس قوي. لما الجلاش كله حسناه ان هو اتعمل من الزبدة والزيت، جبنا هنا معانا بايركس وهنحط بقى نصه تحت، وبعد كده نحط رق من اللحمة، رق من الجبنة اللي انتوا عايزينه، وبعد كده نحط الرق التاني. هخلصها وارجع اوريها لكم تاني. وكده خلاص احنا خلصناه. احنا عملنا اول حاجة دهنا الصينية زيت، بعد كده حطينا رق من الجلاش، وبعد كده رق من اللحمة، وبعد كده حطينا رق من الجلاش تاني، وحطينا عليه اي جبن بقى انتوا عايزينها. لو انتوا عايزين اصلا تحشوا اللحمة وتحطوا جبن برضو ينفع. وهنا بقى احنا مش هنقطعها زي الجلاش بتاعنا العادي، احنا هنحطها في الفرن كده وهنعملها اللي هنسقي بيها برضو اللبن والبيض. بس هنحط دي بقى دلوقتي لحد بس ما نشوف البطاطس معانا. وهنا خلاص كانت البطاطس بتاعتنا اتسلقت خلصت. وهنا بقى بنهرسها بالهراسة جامد قوي لحد ما نحسها خلاص مفيش فيها اي كتل خالص. وهنا بقى معانا السر اللي هيخلي البطاطس بتاعتك احلى بطاطس، هتلاقيها احلى من بتاع المحلات الف مرة. هي النشا. النشا هي السر الوحيد اللي هيخلي البطاطس بتاعتك مقرمشة وجميلة قوي 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 قوي. هتخلي اطفالك يقولك كل يوم اعملي لنا منه. الأطفال اللي يشبطوا كل يوم ويخلوها عندكم وجبة أساسية حتى لو انتوا مش محتاجين على سفرتكم البطاطس. وهنا بقى هنزود معانا النشا اهو، 3 معالق من النشا دول، 3 معالق اهو. وهنرجع نقلبهم بقى مع بعض كويس اهو مع البطاطس خالص. هتخلي البطاطس بتاعتك جميلة اهو. ممكن نرجع نهرس تاني كده عشان نحس ان النشا دخلت في كل حتة في البطاطس اهو. ولسه كمان قدامنا كمان حاجة احنا مش طبعا مش هنحمرها كده. هقول لكم هنعمل ايه الوقت مع بعض، بس خليكم معايا لاخر الفيديو وانتوا هتشوفوا احنا هنعمل ايه مع بعض الوقت. الطريقة هتعجبكم جدا وسهلة اوي. انتوا ممكن حتى تعملوا منها كمية كبيرة وتخزنوها في الفريزر، وقت ما تعوزوا ممكن تطلعوا وتحمروا منها على طول اهو. احنا كده خلاص حسينا خالص ان كل النشا دخلت في قلب البطاطس، مفيش حتة في البطاطس مفيش فيها اهو. جربوها والله هتعجبكم قوي قوي اهو. كده خلاص احنا خلاص حسينا خلاص ان النشا دخلت في البطاطس كلها. يلا بينا نشوف هنعمل ايه بقى الخطوة الجاية. وهنا خلاص احنا شلناها من الحلة، كورناها وحطيناها في الكيسة، في الكيسة من بتاعة التلاجة اهو. وهنبدأ بقى نضغط عليها كده لحد ما نحس ان سمكها مش تخين ومش رفيع اهو. هنبدأ نضغط عليها كده. انتوا برضو هتبقوا شايفين يعني حاجتكم، بتبقوا حاسين بيها وعارفين انتوا محتاجين المقدار عامل ازاي اهو. فتبدأي بقى تساوي عشان خاطر الخطوة الجاية دي هنعمل ايه، هنحطها في الفريزر
هنا خرجناها من الفرن بعد ما قعدت تقريبا 5 دقايق، اتشمعت بس مع الزبدة والزيت بالحرارة بتاع الفرن، وخرجناها شربناها، حطينا سقناها كوباية من اللبن عليها بيضة وربناهم كويس قوي في هنا، وحطينا عليهم شوية فلفل أسمر وشوية ملح، وقمنا حاطينهم عليها. وهنا بقى نقوم حاطينهم تاني في الفرن، وارجع اوريها لكم تاني بعد ما تخرج من الفرن. احنا خرجناها من الفريزر بعد ما سيبناها من ربع ساعة لنص ساعة، اهي لسه طرية معانا. احنا ما كناش عايزينها تجمد قوي، كنا عايزينها بس تاخد نسبة برودة عالية. وهنا اهو هنقطعها، هنبدأ نقطعها بقى مع بعض. اهو هنبدأ بقى نقطعها مع بعض كده بالطول، كأننا خلاص بقى هنقطعها عشان نحمرها. اهي هي كمان حتى لو انتم مخزنينها وحاطينها في الفريزر بالطريقة ديت، لازم تطلعوه قبلها بشوية قبل ما تبدأوا تقطعوه. هنقطع خلصها تقطيع وارجع اوريكم تاني واحنا بنحمر. وكده خلاص احنا خرجناها من الفرن كده، كانت خلصت خلاص. والبطاطس كمان احنا كده حمرنا بس طاسة بس واحدة منها اهو مقرمشة خالص. هنخلص بقية الأكل وهرجع اوريكم تاني احنا خلصنا عملنا ايه. وكده خلاص احنا خلصنا فطارنا بتاعنا البسيط، مفيش فيه اي حاجة خالص. هنا عملنا البطاطس بتاعتنا اه زي ما احنا جربناها مع بعض، جربوها والله جميلة جدا جدا جدا. والاطفال هتحبها قوي حتى لو هتعملها لهم في سندوتشات فينو، جميلة جدا في السحور برضو على كاتشب. وعملنا معانا هنا طبقة سلطة، وعملنا هنا طريقة الجلاش بتاعتنا، وحمرنا بس معاها السمبوكسة. ده كان فطار خفيف نواشف بس مفيش فيه اي حاجة خالص. وعملنا معاه كوباية فراولة باللبن. هنا عملنا من الفراولة جبنا كوبايتين من اللبن، وحطينا عليهم كوباية من المية، وحطينا عليها فراولة. الفراولة دي يا جماعة مخزناها في اطباق عشان خاطر لو كنا خزناها في الأكياس بنيجي نطلعها بنلاقيها عاملة زي المية، انما في الاطباق بنلاقيها طالعة نضيفة زي ما هي، الواحدة كده زي ما هي سليمة مفيش فيها اي حاجة خالص. وحطينا عليها واحنا بنعصرها معلقة من الفانيليا مش كبيرة، معلقة صغيرة، بتغير معانا طعم اللبن خالص، بتخليه في مكان تاني أحسن بكتير. يا رب يكون فطارنا يعجبكم، هو بسيط مفيش فيه أي حاجة النهاردة كتير. يا رب يكون فطار خفيف على قلبكم، ودي يا رب تكونوا بتجربوا وصفاتنا وبتعجبكم. ولو بتجربوها ما تنسوش تحطوا لنا في التعليق ايه اللي بيعجبكم وايه اللي ما بيعجبكوش، ونحاول نغير مع بعض فيه. يا رب يعجبكم، وكل سنة وانتم طيبين. وما تنسوناش في التعليقات وفي اللايك. اهم حاجة وما تنسوش الاشتراك معانا، لان ده الدعم الوحيد اللي منكم لينا. ولو قناتنا بتعجبكم ما تنسوش تحطوا لنا تعليق من عندكم. وكل سنة وانتم طيبين.